أم العروسة أقبلت بنت الكبارية، قوموا وقفوا يا الجلوس القدر بالعالي. أم العروسة أقبلت بنت الكبارية، قوموا وقفوا يا الجلوس القدر بالعالي. الكل يضرب لها سلام وتحية واستقبلنها على تقدير وجلالي. تستاهل ارقى المراسم الملوكية، هذا ام خالد على العنين تنشالي، هذا ام خالد على العنين تنشالي. هبات حضور ومكانه غير عادية، ام خالد الفارقة في كل الاحوال. اجزاء بيوت الشعر لرضاها مبنية، ومقامها فوق كل المدح الاوطاني. ام خالد اللي لها قدر واهمية، شيخه وبوصوفها مضرب للامثال، شيخه وبوصوفها مضرب للامثال. الغالية والاصيلة والسنافية، معدن ذهب والذهب طول المدى غالي. سنين دخل الكرم والمرجلانية، وابوها ينشهر بطيب الافعال. من جاي يبارك لها مليون يا حية، بحضوركم سعدها ما يشبهها ثاني، بحضوركم سعدها ما يشبهها ثاني. ومبروك لاجمل عروسة واجمل بنية، فرحان عنود بنتها تمم هي الوالي. ام الوصف البهية والخيالية، جمالها يستحق البيضق العالي. عسى الفرح فالها في الروحة والجية، ويا رب تحقق لها جميع الاماني، ويا رب تحقق لها جميع الاماني. أم العروسة أقبلت بنت الكبارية، قوموا وقفوا يا الجلوس القدر بالعالي. الكل يضرب لها سلام وتحية واستقبلنها على تقدير وجلالي. تستاهل ارقى المراسم الملوكية، هذا ام خالد على العنين تنشالي، هذا ام خالد على العنين تنشالي. هبات حضور ومكانه غير عادية، ام خالد الفارقة في كل الاحوال. اجزاء بيوت الشعر لرضاها مبنية، ومقامها فوق كل المدح الاوطاني. ام خالد اللي لها قدر واهمية، شيخه وبوصوفها مضرب للامثال، شيخه وبوصوفها مضرب للامثال. الغالية والاصيلة والسنافية، معدن ذهب والذهب طول المدى غالي. سنين دخل الكرم والمرجلانية، وابوها ينشهر بطيب الافعال. من جاي يبارك لها مليون يا حية، بحضوركم سعدها ما يشبهها ثاني، بحضوركم سعدها ما يشبهها ثاني. ومبروك لاجمل عروسة واجمل بنية، فرحان عنود بنتها تمم هي الوالي. ام الوصف البهية والخيالية،